السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا اللي قدامكم دي فرن طين، فرن بلدي، لكن شكلها غريب يعني، ستايلها كده ونظامها غريب، عامل زي كون الحمام. يعني ولدي لما شافها قال لأبويا بنت عملت لنا بيت للحمام. غريبة يعني، عن نفسي أنا أول مرة نشوف النظام ده، وإحنا ما كناش قاصدين نعملوها فرن طين للخبيز أو فرن خبيز يعني. كان راجلي الفكرة إنه هو عايز يعمل حاجة فرن تلم الزبط بتاع البيت، لأن إحنا عندنا في المكان ده في شجر كتير، وعندنا زبالة وعندنا ورق شجر وبتاع، فكل ده أنا استخسر ما نرميه. تمام. هنروح نلمه في شوايل ونديه لجيراني او نديه لاي حد عنده فرن. فراح قال لي طب ما نعملوا لنا فرن احنا يكون صغنونه زي الجريل كده، نحطوا فيها صينيه، نحطوا فيها بتاع. قلت له طب ما نعملوها اكبر شويه شغالين طموحنا شغال يعلى يعني، فاهمين؟ فراح قلت طب ما تعملها لنا حاجه اكبر ونخبز فيها عيش ونخبز فيها بروس وحاجات زي كده. راح قاعد يفكرها في مخه، يدورها في مخه، يدورها في مخه لغايه ما ايه، رسى على فكره. المهم، لو انت اول مره تشوفيني، انا ام المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلك. انزلي حطي لي لايك، اللايك يدعمني ويرفع الفيديو ويخليه يتشاف. وسط الفيديو ده 100 لايك، طموحي مش كبير انا يعني. وسيبي لي كومنت الدعوه حلوه ولك بالمثل يا رب ان شاء الله، وطبعا اشتركوا ونوريني. قاعد يفكر 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 لغاية ما جمع، قال بصي أنا هنعمل فرن في المكان ده. هوب وقام ونفذ. عمل عمل المخمرة اللي هي مخمرة الطين، راح يشتغل فيها. وعندنا عقبات طوب وهنا، قال لي يعني هننظف بيها المكان وهنعمل له فرن هتتفرجي عليها. يا ولد يقول لي ايه هتعمل، يا ولد فهمني. أنا نعرف إن الفرن الطيني بتاعت الخبيز مش هتبقى بصاج ولا تبقى بحديد ولا بتاع، هتبقى متهيألي مصبوبة صب ومحطوط فيها حمار بتاع طوبة حمر وحاجات زي كده. لكن ده لا، ده قرر ان هو يعملها صغنونة شوية وديكور، قالوا شكل حلو. وايه، وبالحديدة. جاب حديدة صاج يعني، مش صاج حديد، بتاع حديد كده كبيرة عاملة زي مستطيلة كده. طب قلت طب دي مش هتحرق العيش يعني؟ أنا شايفاها إن هي هتشفط نار كتير. قال لي لا، دي هتبرد بسرعة ومش هتحرق العيش، هي صغيرة خالص يعني. عارفين شالت 8 ترغف، وأنا عيش صغير أصلا، أنا قطعت إيدي صغيرة في العيش، فدي شالت 8 ترغف مش أكتر. رحت قعدت نقول لها بس يا عم احنا عايزينها طبقة مقبية كده من فوق عاملة زي القبة، وده أنا نشوف الناس عاملة يعني. بصوا، أنا نفسي يبقى عندي فرن طين أو فرن بلدي، ولكن خايفة منها والله، يعني خايفة منها. أنا أكيد مش هنعرف نتصرف معاها يعني، أكيد مش هنعرف نتعامل أكيد يعني. حاسة نفسي إني لا، مش هنعرف نتصرف أو مش هنعرف نتعامل. طب أنا ممكن نبوظ العيش أساسا فيها يعني. قال لي تتعلمي إزاي ما نعلمك. لا، وهو جات على الطبطاب يعني، أول ما اديته نبذة كده عن الفكرة دقر فيها وعمل. الأنبوبة دلقيه مش عارف وصلت بكام وإيه. لا دخل يعني دخل دماغ الموضوع، عجب الموضوع إن هو إيه، لا أنا نعمل لك فرن ماشي ما فيش مشكلة. من أسرع القرارات اللي خدها في حياتي يعني، اللي هو أول ما قلت له عايزين فرن ماشي ما فيش مشكلة، طبعا كلها لمصلحة الشعب يعني. بس فقرر إنه هو ليه في البنية يعني، هو يعمل الحاجة بإيده في البيت يعني، ما شاء الله يعني. عايزين نبنوا أي حاجة، نبنوا حيطة، نبنوا بتاع، حب يلعب في الطين هو. على طول نقول له أنت تريد تلعب في الطين أصلا يعني. فيحب يشتغل، يحب يبني، يحب يعمل أي حاجة يعني يعملها هو. وإحنا بما إننا بيتنا طين أصلا، فيعني المواضيع دي عادي معانا. عايزين نبنوا أوضة للطير، عايزين نبنوا مش عارف إيه، عايزين إيه، الموضوع متاح عندنا وعادي، عادي خالص يعني، هنعرف ونلعبوا بالطين. عادي يعني، مش فارقة معاه. المهم نسيت ما نقولكم إن الحديدة اللي عملنا بها دي شحتينها والله العظيم. مش هنتجرزوا إحنا ولا هنتلوموا يعني. رحنا لقيناها عند عمي اللي هو حماية يعني، راح قال له دي أنا عايزها. راح قال له خد. قال له عايزين نعمل لنا بها تجربة ونعمل لنا بها بتاع. قال له ماشي. هنا جاء موضوع القبة. أنا قاعدة، أنتوا عارفين أنا مقرنزة معاه كده وقاعدة مش متخيلة الموضوع إن أنت تبني حيطة وإن أنت تبني بتاع. الموضوع ده عادي بالنسبة لي، دارس شفته كتير أيبني وأيعمل. لكن الموضوع إنك تعمل قبة لا، أنا مستنية طب هتعملها إزاي، ازاي هتتلف وهتعمل زي كده. طلع دماغه والله ما شاء الله، طلع يعني اي فكر. عبى البتاع اللي من جوا دي الارضيه بتاعه الفرن، عباها طوب طوب كتير، وبعدين فوق الطوب راح فضى شويه التبن، وفوق التبن راح حط كراتين وراح قباها يعني. والله العظيم خسارته في البلد. بصوا هنا اشتغل ايه، اشتغل يقبي فيها ويعمل فيها.
كان شكلها كيوت موت والله، خطيرة يعني، شكلها عجبني موت يعني. كانت مختلفة كده عن الفرن العادية اللي أنا نعرفها. أنا ده شكل يعني كشكل أول مرة نشوفها، يعني أول مرة نستوعب إن دي ممكن تبقى فرن مثلا أو تبقى بتاع. فكان شكلها لذيذ كده وجميل والله. رحت انا قلت ايه، قلت ما بدهاش ارتب عندك فرن والفلاحه خبطت معايا وكده والحماس جو يعني عارفين لحظات الحماس دي. انا لازم نخبز، انا لازم نخبز في الفرن الجديده ليش صالح، عايزه نجربها. ولسه لينا اساسا يعني، احنا سبناها ويعني تاني يوم لما بدأنا نستخدموها راح هو قال لي اصلا الفرن مش هتستنى تنشف، قالوا اي حرقوها لازم تتحرق. عندنا كانت الناس اللي يعمل لها فرن طين، بس الفرون الطبيعية يعني الطبيعية بتاعت الناس العادية، مش دي اللي احنا، مش اللعبة اللي احنا عاملينها دي فرن لعبة أصلا. الناس كانت الوحدة تعيط جيرانها وتعيط الناس، الجو كله يحرق معاها لأنها تاخد وقت ومجهود موت في الحرق. إن الناس تقعد تحط فيها خشب وتحط فيها عروق وتحط فيها مش عارف كل ده، تاكل النار جوا الفرن، وبعدين يروحوا يبلطوها ويسدوها بالطين، ومش فاكرة تقعد يوم ولا يومين ولا ما يفتحوا عليها. لكن إحنا ما شاء الله موضوعنا سريع كان، يعني إحنا في عصر التكنولوجيا يعني الموضوع كان سريع بالنسبة لنا. رحت انا على طول قال لي تحرقيها تاني يوم. قلت لا، ما انت تبقى معايا انا، ما والله ما حنفهم في الحوارات دي ولا حنجب معاك يعني، المهم زي كده. رحنا صحينا تاني يوم وانا كنت فوق عامله العيش تحسبا يعني مخليه عند فرن الانبوبه. قلت حنجرب كم رغيف فيها والباقي زي ما متعوده يعني الرصه في الفرن. جينا عاد رحت نظفت الصاج بتاعها ده الحديده دي وجيت دهنتها زيت، قال عشان تتعتق. وجيت ايه اشتغلنا عاد، وين ابوك وين امك واشتغلنا نحرقوا فيها. حرقنا ما شاء الله، لما تلنا كل الورقة وكل الحطب وكل الحاجات. لا حلاوتها ان هي تنظف والله ما شاء الله تنظف يعني. يعني نظفت لنا كل الورقة والحاجات دي. رحت طلعت لقيت العيش خمر وجبت لي حوالي 8 ترغف وحطيتهم فيها. بس للأسف كان التليفون فصل، ما عرفتش نصور الباقي، ما عرفتش نصور يعني ما عرفتش نصور العيش لما طلع وإني نعيط على عيل يساعدني تعالى، لا ما فيش يعني. بس الصراحة يا إخوانا والله الخبيث في فرن فرن الأنبوبة أسهل، أسهل بكتير يعني والله. حنضريك فرن الطين ده بصراحة. بس عجبني شكلها، قولوا لي إيه رأيكم في شكلها؟ شكلها لذيذ والله يعني حلو. لو وصلت لحد هنا سيبي لي كومنت بدعوة حلوة ولكن بالمثل يا رب إن شاء الله. وطبعا حطي لي لايك للفيديو واشتركي ونوريني. والسلام عليكم.